السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع برنامجكم تيكي تاكا، حيطة الصد الأولى للنادي الأهلي إن شاء الله. عناصر الحلقة زي ما عودناكم علشان الناس المستعجلة دايما وبتحب تجري. أول قرارات اللجنة الثلاثية المعينة لنادي الزمالك بالأسماء الممنوعين من دخول نادي الزمالك. إصرار بيراميدز على معاداة النادي الأهلي. فيوتشر بيقلد الزمالك أيام المعزول. كلمات نارية للكابتن محمود الخطيب، وغياب الكابتن حسن حمدي عن حفل تكريم النادي الأهلي. دي إن شاء الله العناصر بتاعتنا. تاني بقول لكم علشان الناس اللي بتحب تجري، وهنقولهم بالترتيب. أول حاجة هنتكلم عنها هي قرارات اللجنة الثلاثية، أو أول قرارات اللجنة الثلاثية اللي اتخذتها أو اللي اتخذها برئاسة اللواء حسن موسى. طبعا احنا عارفين ان مديرية الشباب والرياضة، مديرية الجيزة، مديرية الشباب والرياضة عينت لجنة ثلاثية لقيادة نادي الزمالك الفترة القادمة لحد ما يتعمل انتخابات. تمام؟ برئاسة اللواء حسن موسى هيكون هو المدير التنفيذي. احنا قلنا الكلام ده في الحلقة بتاعة امبارح، هيكون هو المدير التنفيذي. أول قرار حصل وقرار محترم جدا بنحيي عليه اللجنة الثلاثية، بنحيي عليه سيادة اللواء حسن موسى. قرار محترم جدا جدا جدا، بيقول إن اللجنة دي هتمشي إن شاء الله على خطى كويسة، هتفرق كتير مع نادي الزمالك، هتخلي نادي الزمالك بعيد عن الصراعات، وده أكتر حاجة محتاجها نادي الزمالك، ودي أكتر حاجة ما كانش موفرها المعزول. ربنا بقى يفك سجنه. أول حاجة هنقولها بقى إن تم طرد كل هزازي الرؤوس. تم طرد كل هزازي الرؤوس. طبعا احنا قلنا ان طرد معظمهم قبل كده، دلوقتي تم طرد كل هزازي الرؤوس او بقيتهم من على قناة الزمالك. طيب بس كده؟ لا مش بس كده، صرحت اللجنة كمان بأسماء الممنوعين من دخول النادي مرة أخرى، والمعروف عنهم أنهم كانوا من ضمن الموالين وبشدة للمعزول مرتضى منصور. ربنا يا رب يفك سجنه. الأسماء بالترتيب: الأستاذ محمود خالد رئيس الشؤون القانونية، الأستاذ محمود العسال المستشار القانوني للنادي، الأستاذ شريف حسين نائب مدير النادي، الأستاذ وليد بخيت مدير شؤون العاملين، الأستاذ محمد إبراهيم مسؤول المالية، والأستاذ محمد حنفي مدير المتابعة. طبعا كل اللي فاتوا دول كوم، وفيهم واحد كوم لوحده، كوم كبير كده، اللي هو مين بقى؟ اللي هو الأستاذ وليد بخيت مدير شؤون العاملين. ليه بقى؟ علشان في مصيبة كبيرة حصلت لما اللجنة جت وراجعت المرتبات اللي بتتصرف. لقت ان في مرتبات كتيرة جدا، مرتبات وهمية بتتصرف لناس اسمائهم مش موجودة. المرتبات ديت الاسماء مقحمة في شؤون العاملين. طب مين المسؤول عن شؤون العاملين؟ الأستاذ وليد بخيت. طب هل الاسماء اللي اقحمت في النادي دول دفعوا فلوس عضويات ولا ما دفعوش فلوس عضويات؟ يا ريت توضيح من اللجنة اللي فحصت ملفات شؤون العاملين وملفات الاشتراكات والملفات دي كلها. واحنا بنقول لا سوري يا جماعه، احنا بنتكلم دلوقتي عن مش مشتركين في النادي، مش اعضاء. احنا بنتكلم عن موظفين تم اقحامهم في شؤون العاملين، وبعد ما تم اقحام اسمائهم في شؤون العاملين الناس دي مش موجوده في النادي اصلا. طب الناس دي بتقبض على اي اساس؟ الله اعلم، العلم عند الله. طب الكلام ده مين؟ مش انا اللي بقول الكلام ده خالص، الكلام دوت اللي بيقولوه اللجنه اللي جت فتشت على النادي، مش احنا خالص. تمام؟ هننتقل بسرعه بقى كمان الى نادي بيراميدز اللي بيعامل النادي الاهلي وكأنه نادي من إسرائيل. احنا مش قادرين نفهم ليه نادي بيراميدز مصر على معاداة النادي الأهلي، واللي مسؤولي بيراميدز طلع منهم ناس بيقولوا إنهم ما عندهمش أي مشكلة على الإطلاق إن هم يبيعوا إبراهيم عادل لنادي أوروبي أجنبي، لكن المنافس ما ياخدوش. المنافس طبعا اللي هو مين؟ اللي هو النادي الأهلي.
طيب رغبه اللاعب ان هو يروح النادي الاهلي، انتوا بتقفوا قدام مستقبل اللاعب وبتغلوا او بتعملوا مغالاه وبتقفوا قدام صفقه كويسه هتتعمل لنادي بيراميدز، وبتخلوا اللاعب بيلعب معاكم وهو مش مبسوط، او يفكر في عرض بره ونلجا لموضوع الكوبري اللي بيزعلكم. وطبعا اللاعب بما انه عاوز يروح النادي الاهلي فما تلوموهوش لو فكر في انه يروح كوبري. هتقول لي طيب ما هو النادي اللي هياخده من بره ما احنا هنبيعه غالي، يعني هو امام عاشور اتباع رخيص؟ ما احنا اشترينا امام عاشور. هو الاهلي يعني الاهلي عاجز عن انه يدفع فلوس؟ اطلاقا. لو الاهلي شايف ان اللاعب دوت هيفيده هيجيب، سواء بقى مصري اجنبي ماليزي مش هتفرق، المهم ان اللاعب ده هيفيد النادي، وبما انه هيفيد النادي فالاهلي هيجيبه. فطبعا نادي بيراميدز النهارده لو احتاج لاعب بالنادي الاهلي على الاسلوب اللي هو بيعمله ده، يعني يبقى قابلني لو في حد في الاداره اصلا رفع سماعه التليفون او رد اصلا عليكم. اللي بتعملوه ده بجد يعني شغل، انا مش قادر اقول لكم شغل ايه، بس شغل قد كده. ما ينفعش حد يعمل كده. في لاعب ليه رغبه بانه يروح نادي معين، انتوا طلبتوا في اللاعب سعر، النادي قال لكم اوكي اتفضلوا السعر، وبل رفع لكم قيمه العرض المقدم. انتوا عايزين اكتر ما تقولوا عايزين اكتر، لكن تقول انا ممكن ابيعه النادي اوروبي بسعر اقل بس ما بيعوش للمنافس، دي مش منافسه. يعني انا لو انا منك وعايز اكون قوي وعايز اكون في المنافسه، مع كامل احترامي ليك يا نادي بيراميدز، وبكلم النادي بيراميدز كنادي بيراميدز كمنظومه نادي بيراميدز، المفروض حضرتك تقول انا عايز العب المنافس في اقوى حاله ليه، مش ادمر او ادمر صفقه المنافس عاوز ياخدها علشان انا ابقى اقوى. انت فاكر نفسك هتبقى اقوى بعد كل ده؟ ما انت عمال تجيب في لعيبه وتصرف وعندك ميزانيه. معلش بقى، معلش نتكلم بما يرضي الله. انتوا حضراتكم متخطيين ايراداتكم، وعايزين لجنه تنزل تقول ان الكلام ده صحيح، وعايزين اتحاد الكوره يطلع يقول ان الكلام ده صحيح، بما ان حضراتكم بتقولوا لا اصل المنافس. طب ما انتوا عمالين تشتروا في لعيبه. بما انكم حضراتكم اشتريتوا لعيبه قولوا لنا الايرادات بتاعتكم كام؟ ايه؟ بنتكلم كلام غلط؟ ايراداتكم كام؟ طلعوا حضراتكم ايراداتكم وقولوا لنا ايراداتنا 10 قروش واشترينا لعيبه ب 10 قروش، نقول لكم تعظيم سلام يا اخواننا. لكن حضراتكم تقولوا لنا ايراداتنا قرشين واشترينا لعيبه ب 20 قرش، يبقى في حاجه غلط. وفي حد لا مؤاخذه ساكت، يعني هنقول ساكت يعني بيطبل. مين بقى اللي بيطبل؟ مش عارفين. مين اللي مصر يطبل؟ مش عارفين. طب مين اللي مش يعني عايزين حد من نادي بيراميدز يا جماعه يطلع يقول لنا انتوا بتتكلموا غلط، كلامكم ده مش طبيعي مش صحيح، احنا ايراداتنا زي المشتريات بتاعتنا بالظبط، وده انت كده بتتجنى علينا، ونطلع اعتذر لحضراتكم علني. لكن للاسف مفيش مسؤول يجرؤ يطلع يكذبنا ويقول ان انتوا بتتكلموا غلط، لان هم عارفين انهم لو طلعوا فتحوا الموضوع هيفتحوا على نفسهم فاتوحه. عارفين الفاتوحه؟ هم هيفتحوا على نفسهم فاتوحه، وبقابلوني لو لقوا حد يقفلها. بس في مصر هيلاقوا مليون واحد يقفلها. مع اتحاد الكرة بتاعنا هنا هيلاقوا مليون واحد يقفل الفتوحة. ربنا يا رب يبارك في كل الموجودين في اتحاد الكرة، مفهومش واحد ما بيظلمش، مفهومش واحد بيعمل الصح، مفهومش واحد بيسعى للتطور، مفهومش واحد بيوفر دولارات بأمارة بريرة اللي قلناها عليه امبارح. فلو هناك حد من اتحاد الكوره ناوي يطلع يقول كلمتين نصيحه مننا، خلي لسانك جوه بقك وما تفتحش بقك عشان ما تفتحش على نفسك زي اخواتك بيراميدز فاتوحه. سامعني؟ اسكت. نخش بقى على نادي فيوتشر اللي واضح ان هو داخل بدراعه وداخل بعنفوانه وبيقول انا ومحدش قدي. ليه بقى؟ المفروض حضرتك جبت لعيبه، واللعيبه دول جايين لك من نادي محترم. طبعا النادي المحترم ده هو النادي الاهلي، احنا عارفين انه اكتر نادي محترم والناس بتحترمه في افريقيا، مش في مصر بس، بل في العالم. تمام؟ فاحنا النهارده بنتكلم حضرتك خدت لعيبه محترمه من نادي محترم، ازاي حضرتك تماطل في فلوسهم؟ ازاي؟
ازاي يا نادي فيوتشر حضرتك تماطل في فلوس لعيبه تعبت وعرقت وشقيت بالفلوس دي؟ عندهم التزامات، عندهم بيت، عندهم اسره. ازاي حضراتكم قابلين على نفسكم حاجه زي كده؟ ازاي اللاعب اصلا يوصل ان هو يكلم النادي الاهلي يقول له معلش حد فيكم يتدخل يا جماعه، احنا مش لاقيين فلوسنا، مش عارفين ناخد فلوسنا؟ ازاي توصلوا الموضوع لده؟ هل ده يعني ذوق؟ طب بلاش، انتوا وصلتوا اللعيبه ان هي تعمل او تهددكم بان هي هتعمل شكوى للفيفا. طب حضراتكم عارفين لو الشكوى دي راحت للفيفا هيحصل لكم ايه؟ يا الدفع يا وقف القيد. مش وقف القيد بس، وممكن حاجات تانية كتير. فلا تخطوا حذو نادي كان عنده حد كل يعني معلش كل الناس بتسكت عشان خاطره، بس في الاخر اديكم شايفين وصل لفين وناديه وصل لفين. ف يعني انا رسالتي لاداره نادي فيوتشر، الناس اللي ليها فلوس يا ريت تاخد فلوسها. الناس اللي ليها فلوس يا ريت تاخد فلوسها. خلينا بقى نقول مين هم الناس اللي ليهم فلوس. كريم ندفد، مصطفى البدري، وسعد سمير، بالاضافه محمد رضا بوبو. ده لو بافتراض ان انتوا قلتوا ان انتوا اديتوا له فلوسه، فاحنا بما ان في 3 لعيبه بيقولوا ان انتوا ما اديتولهمش فلوسهم، يبقى ايه المانع ان حضراتكم تكونوا بتشتغلونا في موضوع محمد رضا بوبو والواد يكون على حق، لانه بصراحه كان بيتكلم بحرقه. فانتوا لو هتسالونا احنا مصدقين مين؟ بما يرضي الله احنا مصدقين بوبو، لكن الورق بيخلي الموضوع في ايد مين؟ لا، الورق بيقول ان الموضوع في ايدكم لان بوبو كان ساذج جدا. لكن انتوا عندكم بقى ربنا رزقكم سبحان الله، تاني يوم على طول، تاني يوم ولا تالت يوم مباشرة يروح ربنا رزقكم ب3 لعيبة يقولوا لكم فلوسنا، فلوس. وما دولكوش بقى، دول مش هتعرفوا تقولوا دول خدوا مستحقاتهم، ولا اطلعوا قولوا حقكم وهم يطلعوا يقولوا حقهم، واللي يثبت فيكم يتكلم. لكن احنا بنتكلم هنا بما يرضي الله. ليهم فلوس ياخدوها، ما لهمش فلوس تردوا وتقولوا لنا هم ليهم فلوس ولا ما لهمش فلوس، لان هم جايين لكم من نادي محترم. فشكرا لذوق حضراتكم على استماعكم للنقطه ديت يا اداره نادي فيوتشر. طيب هنتكلم برضه في عجاله عن صفقه المهاجم الاجنبي. بتقول ايه يا استاذ خالد؟ صلى على النبي. والله نصلي كلنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكله ينزل يضرب اللايك، يضرب الشير، يضرب لي السبسكرايب، وما تنسوش بالله عليكم تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد ان شاء الله. واديكم شايفين بنتعب واديني عمال كل شويه امسح في عرقي اهو، والحمد لله على كل حال. بنتعب وبنعرق، كل ده عشان نوصل لكم المعلومه ونوصل لكم المعلومه صح. ما تبخلوش علينا بدعمكم. هنتكلم بقى بسرعه عن صفقه المهاجم الاجنبي بتاعنا اللي هو سوزا، اللي احنا قلنا انه خلاص رسميا بقى في النادي الاهلي. بس هنتكلم معاكم شويه عن تفاصيل عقده اللي هيمتد مع النادي الاهلي ان شاء الله ل4 مواسم بقيمه صفقه 2 مليون دولار. قيمه الصفقه 2 مليون دولار تشمل راتب اللاعب خلال الموسم الاول. يبقى سوزا هيتقاضى من الاهلي خلال 3 مواسم 2 مليون دولار. ال 2 مليون دولار دول يشملوا قيمة راتب اللاعب في الموسم الأول. تمام؟ أعتقد الصفقة سعرها يعني مناسب جدا، سعرها كويس جدا مع لاعب كله متوسم فيه، وبالذات مستر مارسيل كولر متوسم في اللاعب ده إنه هيبقى ظاهرة. مستر مارسيل كولر شايف إن سوزا متناسب جدا 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 مع منظومته في اللعب. كمان خبير تحليل الاداء بتاع اللاعبين بتاع النادي الاهلي شايف ان سوزا هيكون برضه متناسب جدا. وخليكم تفتكروا معايا كده تجربه ليفربول ايام ما كان بيبني فريق، ايام ما خد الدوري الاوروبي، ايام ما خد الكاس، ايام ما كان ليفربول في كل الاساطير كل النجوم، طبعا مع نجمنا المصري محمد صلاح فخر العرب. يعني الاختيارات اللي حصلت في ليفربول حصلت بناء على تحليل فني لمهارات اللاعبين. بمعنى ان محمد صلاح كان في تشيلسي وما كانش يعمل شغل مع تشيلسي، وكان عادة بيقعد دك، وبعد كده محمد صلاح انتقل من تشيلسي لليفربول.
طيب لما محمد صلاح انتقل من تشيلسي لليفربول ايه اللي حصل؟ اللي حصل هم خدوه بناء على محلل اداء. محلل اداء شاف ان صلاح لو بقى وينج يمين مع ماني وينج شمال مع فيرمينو في النص هيعمل منظومه قويه ومنظومه هجوم قويه جدا، وبناء عليه تم التعاقد مع محمد صلاح. معلومات قديمه شويه بس يمكن في مننا ناس ما تعرفهاش فقلنا نقولها علشان الفكره يعني مشابهه شويه مع سوزا. سوزا يمكن مش نجم النجوم كان في الدوري اللي كان بيلعب فيه، وما كانش نجم النجوم في فريقه، لكن محلل الاداء والمدير الفني شايفين ان هو مناسب جدا جدا للمنظومه. ده مش معناه ان هو كان لاعب وحش، لا ده كان لاعب قوي جدا، لكن مش بنقول ان هو زي كريستيانو، بنقول ان هو لاعب حلو بس مش نجم النجوم، لاعب قوي لاعب حلو. تمام. فاحنا دلوقتي بنتكلم على سوزا في ان هو ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق، بنتمنى له الاندماج السريع مع منظومه النادي الاهلي، بنتمنى مستر مارسيل كولر يدخله بسرعه في المود ويدخله بسرعه في المباريات ويتعود بسرعه بقى على جو الايه المنطقه العربيه وجو مصر وجو الفول والطعميه. واحلى حاجه انا نفسي افطر والله فول وطعميه، واحلى صباح عليكم واحلى جمعه ان شاء الله. نتكلم بقى عن اللي قاله الاسطوره الوحيده اللي في مصر اللي بجد كابتن محمود الخطيب. الأسطورة الأخلاقية، الأسطورة في اللعب، الأسطورة في الإدارة، الأسطورة في كل شيء. بصراحة كابتن محمود الخطيب بيعجز لساننا عن وصفه، لأنه هو شخصية يعني بجد الواحد مش بيلاقي فيها يعني مش بيلاقي كلام يقوله عليه من كتر ما هو حد محترم. هنتكلم بقى على اللي قاله وهنتكلم عن نقط بسرعة. قال لك في حفل التكريم اللي كان أسطوري للنادي الأهلي لأبطال أسطوريين حققوا كل حاجة في موسم استثنائي للنادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله المواسم اللي جاية تبقى أحسن. قال المرحلة اللي القادمة صعبة جدا. طبعا إحنا عارفين المرحلة القادمة صعبة ليه، وعارفين طبعا إن نادي الزمالك ربنا يقومه بالسلامة علشان يقوم بالسلامة محتاج يعني معونة، والمعونة دي بسم الله ما شاء الله ما عندناش أكتر من اللي يقوموا بيها لنادي الزمالك. عندنا في الدوري المصري وفي اتحاد الكورة وفي لجنة الحكام وفي يعني المناضلين كلهم يعني. تمام. فإحنا بنلاقي ناس كتير بتناضل وتجاهد من أجل إن نادي الزمالك يوصل. إحنا عايزينه يوصل فعلا بمجهوده، عايزينه يوصل فعلا بقوته، علشان لما يخرج بره يشرفنا زي النادي الأهلي. فيا رب الموسم اللي جاي يكون صعب علينا بالمنافسين مش بالمساعدات، بنتمنى ده يا رب. طيب قال لنا كمان ايه كابتن محمود الخطيب؟ قال لنا الجمهور هو السند الرئيسي للفريق في الموسم القادم. احنا معاك يا كابتن، احنا معاك بقلبنا وبكلامنا وبكل حاجه، احنا معاك بكل ما تتخيل يا كابتن محمود. ان شاء الله جمهور الاهلي هو حائط الصد وهيفضل حائط الصد الى على مدار التاريخ والى ما لا نهايه. جمهور النادي الاهلي من ساعه ما انشئ النادي الاهلي حتى يومنا هذا وهو حائط الصد للنادي الاهلي امام اي عدوان او امام اي فيضان او امام اي شيء او امام المعزول او امام اي حاجه. كابتن محمود الخطيب أكد على مخاطبة إدارة النادي الأهلي لاتحاد الكورة علشان السعة المطالبة بالسعة الكاملة للاستاد في مباريات الأهلي في الدوري إن شاء الله. بنتمنى اتحاد الكورة يستجيب، بنتمنى الأمن يستجيب، لأن مفيش دوري ناجح من غير جمهور. مفيش دوري ناجح، وبصوا على السعودية، من غير جمهور. الأندية اللي مفلسة دي مش مفلسة عشان الجمهور ما بيدخلش. نادي زي الاسماعيلي لو راح له جمهور وخد قيمه التذاكر هيبقى عنده فلوس يصرف. نادي زي الزمالك لو راح له جماهير هيبقى عنده فلوس يصرف. ما يطلعش واحد انا مش هقول اسمه برضه، هسيبكم تقولوا لي اسمه زي كل مره في التعليقات، هو على طول عامل التاني كان عامل كده، ده بقى عامل كده. تمام. فاحنا كل واحد فيكم برضه يقول لي اسمه في التعليقات، عامل كده وكده. هقول لكم بقى قال ايه. قال حاجه جميله قوي عن نجمنا المصري محمد صلاح. هو طبعا بيخترع، حتى بيخترع ارقام، فاحنا حتى احسبوها مع بعض. قال لك ان محمد صلاح جاي له عرض من السعوديه ب 11 مليار جنيه مصري. 11 مليار جنيه. طب هو العرض اللي جاي مبدئيا بس عشان ما نتكلمش كتير، يعني قبل ما اقول لكم اللي قاله، هو العرض اللي جاي لمحمد صلاح ب 200 مليون يورو. ب 200 مليون يورو. ال 200 مليون يورو دول مش مكملين
9 مليار جنيه يا محترم، لأن ال 250 مليون يورو ب 10 مليار جنيه يا محترم يا ساقط رياضة. معرفش مين اللي كان بيديك رياضة في ثانوي ولا في إعدادي، ولا إذا كنت دخلت ثانوي وإعدادي أصلا. تمام. فمبدئيا كده أنت في الأرقام بطيخة وقرع، يا ريتك بطيخة حمراء، بطيخة قرع. طيب خلينا بقى نقول قال ايه بقى؟ قال بقى حاجة كوميديا جدا. قال لك يا رب بقى الصندوق اللي مصر كانت قالت عليه، اللي هو هياخد من الناس اللي تعدي المليار للناس المليارديرات، يعني ياخد منهم 90% من قيمة ثروتهم. يعني بمعنى لو محمد صلاح على قوله بياخد 11 مليار يورو جنيه مصري، فمصر تاخد منه لينا احنا لمصر 9، مش لمصر بقى، يا ريته قال لمصر 9 مليار علشان يقوموا نادي الزمالك ويقوموا نادي الاسماعيلي. ومحمد صلاح يعني اكيد لما يبقى له 2 مليار اكيد مش هيبقى فقير يعني يا جماعه. يعني لما ناخد منه 9 مليار نقوم نادي الزمالك ونقوم نادي الاسماعيلي، يعني الراجل اكيد مش هيبقى فقير يعني. يخرب بيت عينك يا راجل، ايه ده؟ ايه يا راجل اللي انت فيه ده يا راجل؟ ايه يا راجل عينك دي؟ يا بالراحه على الواد، حرام عليك. ده حصل له ده يبقاش واضح كده ان المشاكل اللي حصلت له مع يورجن كلوب بسببك، بسبب بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، عينك اللي يتدب فيها دانه مدفع. ضيع جول اخر ماتش. والله من ساعه ما قلت البق ده على الواد وهو يعني مش عارفين، يعني سبحان الله. قل اعوذ برب الفلق. المهم في خبر عايزين نقوله يا استاذ عمرو. قول يا استاذ خالد. برضه ما تقفل الحلقه. قول يا استاذ خالد. يعني حاجه تشرف اتحاد جده بعد ما فشلوا في المفاوضات مع النجم سيرجيو راموس. تمام. حاليا في مفاوضات لنجمنا محمد عبد المنعم نجم النادي الاهلي. طبعا وطبعا هو راموس مصر، راموس مصر. دي حاجه تشرف، وباذن الله احنا نتمنى له الخير على الرغم من دعمه لينا. احنا مش زي حد، على الرغم من دعمه لينا، على الرغم من ان هو اضافه للنادي الاهلي ولاي نادي ان شاء الله يروحوا، لكن احنا بنتمنى له الخير سواء معانا او مع اي نادي. فحابين برضه نعرف الجمهور بالصفقه دي. والله احنا بنشكرك يا استاذ خالد، لان فعلا الكابتن محمد عبد المنعم هو راموس مصر فعلا. يعني هاتوا لي مدافع في مصر دلوقتي زي محمد عبد المنعم. بنتمنى له كل التوفيق، بنتمنى اداره الاهلي ربنا يوفقها لو جالهم عرض رسمي من نادي اتحاد جده. بنتمنى لمحمد عبد المنعم كل التوفيق ان شاء الله في رحلته في الاحتراف لو هيطلع في احتراف. هتكلم بسرعه كده. اخر حاجه هقفل بيها حلقتي، عقد زيزو. عقد زيزو المختفي واللي ممنوع من الاعلام. في مصادر كتير تواصلت معانا وقالت الكلام اللي احنا هنقوله ده من مصادر موثوق منها. عقد زيزو الاجمالي هو 150 مليون جنيه في ال3 مواسم. 150 مليون جنيه في ال3 مواسم، على ان يكون 43 مليون و300 ألف في الموسم الأول، 53 مليون و300 ألف في الموسم الثاني، 53 مليون و300 ألف في الموسم الثالث. وعلشان كده كابتن ميدو في اللايف بتاعه أول امبارح، لا هو امبارح طلع قال العقد بتاع زيزو ده تيت اوضه اللبس. هبقول لكم قال ايه عشان انا ما بحبش اقول الفاظ. هقول لكم قال ايه بالظبط في الوصف بتاع الفيديو، بس قال لفظ مش لطيف. قال انه عمل فيه اوضه اللبس، بهدلها يعني بمعنى اصح. بهدلها ليه؟ لان اديكم شفتوا واحد زي فتوح جري وقال ايه؟ انا سووني بزيزو، لو ما سويتونيش بزيزو انا جايين عروض بالهبل، هسيبكم في ثانيه. فقارنوا نفسكم تاني باداره النادي الاهلي، وتاني بيقولوا خلوا اداره الاهلي تيجي تعمل معايشه علشان سامعني يا اخ فولي، خلي اداره الاهلي تعمل معايشه في الزمالك. هاتوا كده مرتبات النادي الاهلي مش هتلاقوا التفاوت الرهيب بين اللاعبين، وعشان كده عندنا استقرار. عاش النادي الاهلي ويحيى النادي الاهلي، وبات دائما عليا مستقرا وغالب كل اخواننا البعد. ما تنسوش اللايك، الشير، السبسكرايب، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وجمعة مباركة ان شاء الله، واتمنى لكم يوم سعيد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.